شوف اول شيء انا ما اخشى شيء وله خصمي. ما تخشى شيء واجهني يا رياض دقيقه عطني 5 دقائق نتكلم ولا نمشي؟ خلي يرد وبعدين ايش فيك انت شيك مرتبك شوي هدي اصابك. انا مرتبك ليش ترتبك؟ والله مرتبك. لا بالعكس والله مرتبك. انا اعرف النفسيه اللي انت فيها. الله يعينك. بالعكس انا الله يعينك على نفسك. لا رياض ما نبي تكفى رياض ما نبي خلينا رياض تكفى رياض بعد رياض اصبر شوي خلي يرد ولك رد خلي المشاهد يستفيد. تفضل. شوف اتمنى حسين الحريتي تمالك اعصابه ويتكلم. لا والله العظيم هادي. تمالك اعصابك الدنيا خير. والله ما تعرفني انا والله هادي. يا رياض عطني فرصه. اقول اسال ابوك يعرفني عدل ونعم فيك ونعم في ابوك. والله هادي. الله يسلمك. عطني فرصه. خلي المواطن جزاك الله خير. خل ناخبينك بالدائره الثانيه يستفيدون. زين انت تبي المواطن الكويتي يحكم حكم عليك بالاعدام السياسي في 2016 في الانتخابات. يا رياض شوف رياض هذه اسمع رياض انا لو ابي انتخاب اسمعني يا رياض اسمعني يا رياض انا بال 2016 ما دشت فرعيه وصوت واحد يا رياض. انا رجل اضحي في مستقبل النيابي على اني ما خالف القانون. اضحي مستقبل السياسي. انا ترى يكون بعلمك كثير من الناس نجحوا من غير فرعيه. لا حول ولا قوه. رياض كثير من الناس. رياض طلبتك بس اهدى شويه بس يرد بساله وبعدين حق الرد لو سمحت. تفضل اخوي. منو انكر ما راح النيابه؟ ومنو طلع بقناه الوطن بنفس اليوم اللي انا رحت النيابه فيه؟ كم المبلغ اللي تضخ بحسابك اذا تقول للناس؟ يا رياض عطني فرصه. رياض عطني فرصه. تكلم ولا ما تكلم؟ لذلك لا عندي 20 مليون رياض. عندي 20 مليون زين ترضى؟ غلط. زين اقول لك عندي 20 مليون. زين اخوي العزيز حسين الحريتي انا ما قلت لك المبلغ يوم شفتك مره بعدم العزيات. رياض تكفى الجرأه اللي اقدر اواجهك فيها. رياض خليك معي عطني في اساس الوقت بس عطني فرصه بس يرد والله بترد. ترى انت عضو مجلس امه انا مواطن عادي وانت عضو سابق وزير عدل سابق ورئيس لجنه سابق. والله لو انا معاك كان عرفت شلون اتكلم معاك. رياض انا مواطن عادي. قبلت اناظرك انت ما قبلت. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا في مناظره الحين. رياض تكفى عطني 5 دقائق بس يرد الرجال وبعدين اتكلم ولا ما اتكلم. انا ما عندي شيء اخفيه. انا رجل جيتك في المجلس لا تقعد تقول لي انا باللجنه. انا جيتك في المجلس انا ايش دراني عنك كامل هد النصاب وانا ما ادري يا بعد قلبي يا بعد زين تسمح انطرني مع احترامي وتقدير لك انطرني او على الاقل طق الباب نفس القنص ما طقوا عليه الباب. زين رياض خلنا بس اسمع رده وبعدين بترد بس خلينا ننظم الحوار. تكفون. تفضل ابو علي. تكفى رياض لا تقاطع. طلعت بقناه اسمعني طلعت بقناه الوطن وتكلمت بالفم المليان قدام العالم. زين ما عندي شيء اخفيه. دخلت عليه بمداخله بقناه الوطن ودزيت لابو حسين وقلت له يا علي انا ضروري حسين الحريتي بيدش مداخله. ودخلت عليه وتكلمت وياه وشرحت له وقلت له انت مو عضو مجلس امه وانا برا يا اخي استدعيني بلجنه الايداعات. زين واجيب لك فلس واجيب لك. انت ليش اهتمامك تبرر ساحتك عندي؟ ليش ما تروح النيابه تشتكي علي؟ رياض عطني فرصه. جاي اسمعني رياض اشتكي علي واثبت كلامك صحيح. رياض هذا اللي نسوي. رياض انت وين مشكلتك؟ مشكلتك ان عندي قضيه ولا ما عندي قضيه؟ انا مشكلتي لا مشكلتي عندي قضيه ولا زين بيان النيابه واضح. زين اسمعني ما قلت بيان نيابه سياسي. بيان النيابه ما هو سياسي. بيان النيابه قالت هذا كلام النائب العام ما ابي كلام زايد. وقانون تعارض المصالح. قالتها بيان النيابه. انت مشكلتك ما تبي تعطينا فرصه نتكلم. رياض بعدين القرار ترى ما قال اموال شرعيه قال لا جريمه ولا جريمه يعني القانون ناقص. رياض انت تبي انت قانوني وقول الحقيقه للناس. رياض دقيقه ابو علي. رياض انت تبي الاستفاده عطني فرصه 3 دقائق يرد الرجال وبترد 3 دقائق خلينا نستفيد رياض بس خلينا نوجه تكفى عطني 3 دقائق انا حاسبهم وياك. تفضل ابو علي رجاء رياض لا تقاطعنا. زين تفضل. طلعنا ودشيت له مداخله بالوطن وعندكم في اليوتيوب دش حسين الحريتي الحين هو ايش مشكلته شنو؟ مداخله ما هي زينه لك خلي يرجعون على اليوتيوب. اسمع ما هي زينه لك كانت بالعكس يا رياض عطني فرصه اني نتكلم. لا يرد عليه الموقف. انت الحين يا رياض انت ايش تبيني اقول لك؟ قول لي انت انا ابي انت تقول ان انا مالي شغل من هذا الكلام. حلو؟ انزين خلينا نقول اللي تفضلت فيه كله صحيح. انا بمشي وياك
ليش رحت تزامنا مع النواب اللي قالوا ان تضخمت حساباتهم بناء على قضايا معينه؟ ليش ما رحت في فتره مختلفه عنهم؟ هذا السؤال لازم يعرفونه الشعب الكويتي. اقول يعني هذا ردك انت كعضو مجلس امه تقول كذي؟ انا بوريك الاوراق، انت اللي ما جيت المكتب. حبيبي انا ترى زين، وين تبي اجيك؟ وين تبي اجيك؟ زين قول لي انت لحظه انت ليش ما تطلع بالصحافه؟ رياض، اطلع بالصحافه بما تملكه من ادله وتفتخر وتستشهد وتقول اني انا عندي شجاعه. اطلع ورا الصحافه، ورا الشعب الكويتي. اوعدك وعد اني راح اسويها. يلا روح. وخلال هاليومين انا اوعدك وعد. الشعب الكويتي. اسمعني. الميدان الحميدان. يلا انا وياك. شوف تطلعوا بالتلفزيون. شوف لا اسمعني، راح اخليها باوراق رسميه. اسمعني انا اوعدك وعد. لا تشتبك، خليك على وضعك. اسمعني اوعدك وعد. انا اقول لك اسمعني. اوعدك وعد. اسمعني بس. طلع لي انت تقول اللي دفع لي. طلع لي اللي تقول اللي دفع لي. انا ترى عندي خطوات وفي امور الاذاعات اصبحت في امور مستجده انت ما تدري عنها، راح تدري عنها بعد يومين. حاضر حاضر. وانا اقول لك انا اقول لك احط ايدي بيدك ونروح النايب العام. قواك الله. زين قواك الله. بس اقول لك الله خير. لا تتراجع. تشرفنا خليك رياض هدي شوي. خلي انت طرحت اكثر من موضوع. رياض خلنا طرحت اكثر من موضوع. هو يقول لي انشر وانا بمشي بخطوات ترى قانونيه بحته. ماشي رياض، عطي 3 دقائق بس يرد وبعدين 3 دقائق واختم معك. اسمعني انا بقول لك خله. هو قال اللي دفع والمصدر. انا ابي يذكر لي اللي دفع، وهو قالها بمقابلته بالقبس الالكترونيه، وانا بنتظر يقول لي من اللي دفع ومن المصدر. تفضل رياض. اسمعني. ليش ما تطلع بياناتك للناس؟ اسمعني. انا الحين وعدت الناس، انت اوعد. انا الحين بوعد وبوفي. شو اطلع حق منو؟ انت صحيفه اتهام. ايه؟ طلعها. انا راح اطلع صحيفه الاتهام. طلع على ايدك. انا على ايدك. انا على ايدك. طلعها لي. برفع عليه قضايا بهذا. اسمعني. طلعها. اطلب منك طلب انك ترفع عليه قضيه بعد المغردين. انا الاسبوع الجاي. وصدقني انا اوعدك اسمعني. اوعدك راح ارفع دعوه. روح. واتمنى انك لا تكون تحت نص ان لا يؤاخذ عضو مجلس امه في قاعه عبد الله السادس. انا راح ارفع الحصانه بكل ثقه. زين. ثقه تامه. خلاص انا وياك وهذا قدام المشاهدين. واتمنى لك لا تتراجع. اذكر انت لا تراجع. انت اقول لك اذكر اللي دفع لي. اذكرها. ما تراجع. اسمعني. وسجلها بالمفضله عندي. اسمعني. اذكر. انا احب ما عندي المواجهه. اسمعني يا ابو احمد. اذكر اللي دفع لي انتظرك. زين يلا. اخوي رياض يعطيك العافيه. كل شيء راح يبين الحقيقه للناس ان شاء الله. اخوي رياض العدسان شكرا على المداخله.